السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بحضراتكم في جولة جديدة من جولات محطتنا المعتادة، جولة جديدة من جولاتنا في شوارع مدينة الغردقة. النهاردة 16 رمضان، بس قبل ما ابدأ الجولة وقبل ما اتحرك من مكاني احب اقول واوصل صوتي من هنا من ارض الكنانة مصر، اوصل صوتي لاخواتنا واهالينا وناسنا ولحمنا ودمنا، اهالي فلسطين واهالي غزة الكرام، اهالي غزة الابطال. عايز اوصل لكم صوتي. اخوكم محمد من ارض الكنانة مصر بيقول لكم احنا مش ناسيينكم. احب اقول لكم احنا مش ناسيينكم ولا عمرنا هننساكم. احب اقول لكم ان اللقمة اللي بناكلها ملهاش طعم، النفس اللي بنتنفسه الهوا نفسه معدلوش طعم، الشوية المية اللي بنشربهم ملهمش طعم. انتوا في وجداننا وفي قلوبنا وفي عقلنا وفي كياننا، لن ننساكم ابدا ابدا. وربنا ينصركم ويثبتكم، ربنا ينصركم على كل اعدائكم يا رب. وان شاء الله ان شاء الله فلسطين كلها راجعه، والقدس راجع، والعراق راجعه، العراق الجريحه، وسوريا الجريحه راجعه، وليبيا راجعه، واليمن راجع، ولبنان راجع، وكل بلاد المسلمين راجعه ان شاء الله بعزه وبكرامه. انا عندي ثقة كبيرة في ربنا ويقين تام في الله سبحانه وتعالى ان كل شيء هيرجع وكل شيء هيبقى على ما يرام. فصبر جميل، فصبر جميل، فصبر جميل. يلا بينا بسم الله نبدأ الجولة بتاعتنا النهاردة. الجولة بتاعتنا النهاردة هتبدأ من ميدان أكا، هندخل الى ميدان السقالة اللي يبعد خطوات عن ميدان أكا. انت كده في أسمة البلد، في وسط البلد. هندخل من ميدان السقالة هندخل على شارع شيراتون. المنطقة دي بالكامل السقالة منطقة هي وسط البلد، وأقدم مكان في البلد منطقة السقالة وميدان السقالة وبداية شارع شيراتون. منطقة تجارية وفيها شواطئ زي شاطئ 4 وشاطئ 5، فيها الملاهي، فيها فنادق سياحية، فيها شارع شيري. تطلع من هنا آخر شارع شيراتون، تطلع على الهضبة وتنزل على مبارك 2 والكوثر، تطلع على فندق شيراتون القديم. ولو كملنا على طول من هنا هنبدأ على الكورنيش ومسجد المينا وحلقة السمك، وناخد الكورنيش وناخد طريق الكورنيش على طول. احنا كده واقفين في الإشارة دي، إشارة ميدان السقالة. انت عندك في الغردقة هنا أشهر 2 ميدان، اللي هو ميدان السقالة اللي احنا فيه حاليا دلوقتي اهو، ده ميدان السقالة، وميدان الدهار. ميدان السقالة هندخل يمين إجباري علشان يبدأ معانا شارع شيراتون الشهير بالبازارات والفنادق السياحية. ومن شارع شيراتون بيتفرع شارع شيري. أدا بداية شارع شيراتون اهو، كافيهات ومحلات بازارات. شارع شيراتون أكبر شارع وأهم شارع في الغردقة، اللي هو الشارع السياحي التجاري. شارع شيراتون بيتفرع منه مناطق زي منطقة أبو العباس اللي هي هتجيلنا على يمنا دي. بعد منطقة أبو العباس على طول منطقة شيري، لأن الشيري يا جماعة دي مش شارع بس، شيري شارع ومنطقة.
وبعد شيري هنلاقي شارع الباشا ومنطقة الباشا، وبعد منطقة الباشا هنلاقي منطقة الهضبة. النهارده 16 رمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان كريم. منطقة أبو العباس على يمنا منطقة سكنية، وبعدها منطقة شيري. اللي داخلين عليه ده اسمه ميدان العروسة، تعرفوا باللوجو بتاع المارينا، مكتوب عليه مارينا، اللوجو اللي جاي ده ميدان العروسة في قلب شارع شيراتون. بازارات على اليمين وعلى الشمال، الشارع كله شارع سياحي تجاري. في ناس كتير بتفضل ان هم ييجوا يقضوا شهر رمضان هنا في الغردقة. وده شارع شيري ومنطقة شيري على يمينها. هبقى اصور لكم برضو فيديو ان شاء الله من شارع شيري. هي الغردقة سبحان الله طول السنة ليها جو، في الصيف تحبها، في الشتاء تحبها. ده شارع الباشا على يميننا اهو، ومنطقة الباشا. داخلين على شارع السنترال السياحي، اسمه السنترال ايه السياحي. برضو ده متفرع من شارع شيراتون. ده السنترال السياحي، مبنى السنترال، وده اسمه شارع السنترال.
بحاول اشوف بس اي ركنه هنا اركن وانزل نكمل الفيديو مع بعض ان شاء الله.